بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى مش هنعمل وصفة أو أكلة أساسية، لا احنا هنعمل آم، 4 أصناف من السلطات اللي احنا كلنا تقريبا معظم الناس بتجمع عليهم، وهم بيبقوا جنب أي أكل. وبجد بيحلوا الأكل. يعني دي من السلطات اللي بتبقى بتفرق قوي في أي عزومة، في رمضان في غير رمضان. وطريقتهم سهلة جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول واحده منهم هي سلطه البطاطس بالمايونيز بالشبت دي. انا مدمناها انا وولادي، تحفه جدا. وطريقتها سهله جدا. مجرد ان انا بجيب بطاطس، بقطعها مكعبات، آه، وبنزلها في ميه سخنه. بكون حاطه ميه على النار بتغلي، فيها شويه صغيرين من الملح، وبنزل بالبطاطس بتاعتي بسلقها. مش بخليها طبعا تستوي قوي علشان اقدر اقلبها مع بقيه الحاجات اللي هعملها، الدريسنج والخضار اللي هقلبها عليه. فبسيبها يعني تكون يعني تستوي، بس مش لدرجه انها تتهري، او ان انا مش هعملها مثلا بطاطس بوري او حاجه. لا، هي بتكون ماسكه نفسها شويه. تمام. الدريسنج بتاع اللي انا هعمله هيكون عبارة عن معلقتين من المايونيز، ومعلقة من الزبادي، ومعلقة من الملح، وربع معلقة من الخل. تمام كده. وهنزل بيه على البطاطس بتاعتي المسلوقة. وهقلبه كويس. الخضار اللي انا هحطه عليها بقدونس وشبت، وهبشر جزر. وهقلب الخضار بتاعي مع البطاطس، وبس كده البطاطس بتاعتي بقت جاهزة. تاني حاجة هعملها هو البنجر، سلطة البنجر طبعا من الحاجات اللي معظم الناس بتحبها، وبجد تحفة قوي، وهي مفيدة جدا للأطفال وللكبار. ولو أي حد عنده أنيميا فيفضل إن هو ياكلها دايما. فدي من أبسط بقى الحاجات ومن أسهل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. مجرد إن أنا بجيب البنجر بتاعي بغسله كويس وبسلقه. ممكن نحط نص معلقة من السكر في المية بتاعة البنجر عشان ما ياخدش معايا وقت. بعد ما يستوي معايا بقشره تحت الحنفية بمنتهى السهولة، القشرة بتطلع بمنتهى السهولة. وهقطعه زي ما انتم شايفين كده مكعبات، وهتبله بالكمون والملح والليمون، وشوية من الشبت أو البقدونس، وبس كده سلطة البنجر بقت جاهزة عندي. تالت سلطة هعملها هي سلطة الحمص. برضو بعملها بمنتهى السهولة، ودي من الحاجات التحفة قوي، برضو مفيدة جدا. انا بكون نقع الحمص بتاعي قبلها بكام ساعة كده في مية سخنة، وممكن اغليه غلوة، وبعدين بصفيه من المية بتاعته. وبحطه في الكبة بتاعتي، هضربه هحط له معلقة من الطحينة او معلقتين من الطحينة، طبعا حسب الكمية بتاعتي. ممكن شوية من الثوم صغيرين قوي، وشوية من المية وملح وكمون، وبضربهم لحد ما اوصل للقوام ده. وبس كده. بضيفه، وضفت عليه شوية من البابريكا وشوية من البقدونس، وبقت تحفة جدا وجاهزة معايا. رابع حاجة بقى هنعملها، دي من سلطات برضو اللي معظم الناس بتحبها ومفيدة جدا برضو، هي سلطة البابا غنوج أو سلطة البتنجان. هعملها برضو بمنتهى السهولة في الكبة، ومش تاخد معاكي برضو وقت خالص. البتنجان بتاعي بلفه بورقة من الفويل وبحطه في الفرن او الفراير لو عندك، فمش تاخد معاكي وقت برضو. مجرد انها تتشوي، وباخدها اقشرها بمنتهى السهولة. هضربها في الكبة بتاعتي بشوية من الثوم، وبحط معلقتين من الطحينة، وفلفل وكمون وملح، وبضربها كويس لحد ما اوصل للقوام ده. وبعدين بفضيها في الطبق زي ما انتم شايفين. وبس دي من ابسط برضو الحاجات اللي ممكن نعملها، وتعتبر من السلطات المفيدة جدا يا بنات، وسهل قوي ان احنا نعملها. هنزود بقى كمان حاجة معانا كده جنب الاكل، دي برضو بتبقى جنب اي اكل تحفة جدا. هو البتنجان المخلل. عايزه اقول لكم ان السلطات والمخللات والحاجات دي، المقبلات اللي بتتحط جنب الاكل دي يعني بتشيك السفره، بتشيك اي عزومه، بتخليكي يعني
شاطرة في المطبخ، او يعني اللي جاي يتعزم عندك او اللي هياكل عندك هيبقى عارف ان انتي شاطرة، وان انتي مش بس في اصناف الاكل، لا كمان في المقبلات والحاجات اللي هي بتفتح النفس دي بتبقي كمان متمكنة. فالحاجات دي بجد بتبقى اضافة حلوة قوي لاي عزومة. هنعمل مع بعض البتنجان برضو المخلل بأسهل طريقة. انا بسلقه على النار في الاول، بسيب الميه تغلي وبعدين بحطه، مش بحطه من الاول لحد ما يستوي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بسيبه يبرد شويه، والميه اللي انا غليت فيها البتنجان مش برميها. التتبيله بتاعتي بتبقى عباره عن فلفل، ثوم، وملح. بس الثلاث حاجات دول بس اللي انا بتبل بيهم البتنجان بتاعي، او بحشي بيها البتنجان بتاعي، بفتحه بالطريقه دي. وبضيف له التتبيله بتاعتي التحفه. وطبعا الليمون ده حاجه اساسيه، بعصر كميه من الليمون حلوه محترمه كده، وممكن لو عندي عزومه اعمله قبلها بيوم فبيبقى تاني يوم حلو جدا. الميه بتاعتي اللي انا غليت فيها البتنجان بقى بعد ما بتبرد بحطها على البتنجان بتاعي زي ما تكون مادة حافظة كده، ممكن تحفظ لك البتنجان لمدة اسبوع او 10 ايام، بشرط طبعا دي تكوني حاطاه في علبة محكمة في التلاجة. بس دي ابسط طريقة لعمل البتنجان المخلل. ويا رب تكونوا استفدتوا من كل السلطات اللي احنا عملناها النهاردة، وتكونوا متمكنين فيها ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.